بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين في النار، كادت أن تجن رضي الله عنها من حيائها أم سلمة، لأن عفتها غالية. قالت: يا رسول الله، ما يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. ما كفاها أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن، تطلع أصابع الأقدام يا رسول الله، مع أن ما فيها عيون ولا فيها كحل ولا فيها روج ولا فيها شفاه، أقدام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين يسر عاد يا أم سلمة، لا تدققون. قال: يرخينه ذراعا ولا يزد. فأيهما أجمل، الوجه أم القدم؟ وأين حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: رحم الله نساء الأنصار، ما أن نزلت آية الحجاب إلا وكأن على رؤوسهن الغربان؟ وأين قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن